عسلامة حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعت لكم بوصفة كتير سهلة وصحية، اللي بالاخص اللي عندهم فقر دم، اللي عندهم نقص في الحديد. سلطة البيتراف خذيته هكا وقشرته مثل ما شايفين انا في الفيديو، وقصيته هكا مثل مكعبات صغار. تحطوا يطيب في الماء من غير حتى شيء، معناه مش طيبوه في الماء. شد معايا انا ساعة ونص تقريبا وهو يطيب. كل مرة هكا نجو نحركوه نشوفوه. بعد ساعة ونص طاب. حضرت له مقدار 3 مغارف ليمون، نحط عليهم هكا رشة صغيرة نعناع كما شايفين انا عملت، مغرفة صغيرة ملح، وزيت زيتون 3 مغارف 4 مغارف، انتم والكمية اللي مش تعملوها. ثم اللي يحب يزود اكثر تبدا عائلته كبيرة، ثم اللي يحب يعمل اقل، ثم يعمل بنفس اللي انا عملت. انا تقريبا 300 جرام بتراف استحقيت. خلط الصوص وحدها، ومن بعد مش صبها على البتراف مثل ما انا عملت هنا في الفيديو. مش نقص معاهم كعبات طماطم، كعبة طماطم هكا قصيتها جويدة، مش حركها معاهم. والله في الاخر طلعت بسم الله ما شاء الله، نودكم ونشهيكم. خفيفة على المعدة وسهلة تحضيرها وبنينة تطلع في الاخر. بعد ما خلطت الطماطم والبيتراف والصوص حطيت عليهم، حطيت في صحن التقديم، حطيت شوية هكا معدنوس زينتهم من فوق يعطي طعمة باهية. شوفوا لي الجمال، بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعطوني رأيكم في كومنتير. نشوفكم على خير في فيديو جديد. لا تنسونا بدعمكم في القناة على اليوتيوب، ومع السلامة.